بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء شعبنا العراقي الكريم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 28 من شهر تشرين الأول عام 2022 انطلق عملنا الحكومي برئاسة مجلس الوزراء التي تشرفت بخدمة العراق من خلالها، بعد أن نالت حكومتنا آنذاك ثقة ممثلي الشعب، وعلى إثر منعطف سياسي خطير عصف بالبلاد وكاد أن يودي به إلى مآلات خطيرة. لم تكن المهمة سهلة، إذ واجهنا تحديات سياسية لضمان التوافق السياسي، وتحديات مالية في التحول إلى موازنة البرامج بدلاً من موازنة الإنفاق، والتحول الرقمي والإصلاح المصرفي، وكذلك تحديات مؤسسية لمواجهة البيروقراطية المعرقلة للتنمية، وتحديات في الكم الكبير من التشريعات القديمة أو المتعارضة. كما واجهنا تحديات إقليمية ودولية تمثلت في صراع متصاعد ويهدد بالانتشار، وعملنا على إبعاد النار عن أرضنا وأهلنا، وتحديات أخرى متشعبة في كل الملفات. وبتوافر الثقة العالية التي حملناها أمانة من شعبنا والعزيمة والإصرار على المضي في أداء المهام، انطلق برنامجنا الحكومي مرتكزاً على 5 أولويات في مكافحة الفساد ومحاربة الفقر ومعالجة البطالة والإصلاح المالي والإداري وتقديم الخدمات في قراءة للحاجة الفعلية للمواطن. ورغم ما شهدته المنطقة من اضطراب أمني وصراع مرير مستمر ومتصاعد، تمكن العراق من إعادة تعريف موقعه عبر الدبلوماسية المتوازنة وتوسعة نطاق المبادرة السياسية، مع تأكيد عدم الاصطفاف في المحاور الإقليمية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الاستقرار الداخلي الذي هو الأفضل على الإطلاق منذ عقود. واستثمرنا هذا التطور السياسي لخدمة التنمية وزيادة الترابط مع سلاسل الاقتصاد الإقليمي والدولي، وهو ما أدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات للعراق، إذ تخطت هذه الاستثمارات أكثر من 114 مليار دولار في ظل نهضة عمرانية واضحة للعيان. وتمكنا من استعادة زمام مبادرة البناء والتخلص من تركة معيبة اسمها المشاريع المتلكية، ضمت أكثر من 5300 مشروع. تمكنا من معالجة وتشغيل 3250 مشروعاً منها ودخلت الخدمة الفعلية. وارتفعت معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية وصولاً إلى مستوى 29,000 ميجاوات في أكبر عملية تطوير وتوسعة للشبكة الكهربائية، وتعزيز قدرات التوزيع، وتطوير محطات الإنتاج، والتعاقد على مستويات إنتاجية تأخذ بالحسبان التطور المستقبلي. ودخلنا فعلياً في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وعادت الحياة إلى مئات المشاريع الصحية المتوقفة، ودارت عجلة الخدمة في 22 مستشفى جديداً، وازدادت السعة السريرية خلال 3 أعوام بنسبة 20% عن كل سعة القطاع الصحي منذ قيام الدولة العراقية الحديثة، فضلاً عن دعم أساليب جديدة في الإدارة المشتركة للمستشفيات وتنفيذ قانون الضمان الصحي. وفي ساحة الصناعة برزت مصانع جديدة قدمت الاكتفاء الذاتي لمنتجات الحديد والأسمدة والإسمنت والسكر والطحين
وزيت الطعام، إلى جانب توطين صناعة الأدوية. هذه الصناعة التي شكلت نقلة نوعية وصفحة متميزة، وارتفعت نسبة الاعتماد على الأدوية المحلية من 10% إلى 40% من الحاجة الوطنية. وإلى جانب الطفرة الكبرى في الصناعات الإنشائية والغذائية، وانطلاقة 5430 مشروعا صناعيا جديدا. وقدمنا الدعم للفلاحين والمزارعين في مختلف التفصيلات رغم الأزمة المالية، وتحقق الاكتفاء الذاتي في محصول الحنطة الذي وصل إلى 6,200,000 طن في عام 2025، ووصلت تغطية الري بأنظمة الرش إلى 400,000 دونم، وازدادت الغلة الزراعية لمختلف المنتجات بنسبة 18% خلال 3 سنوات، وارتفع إنتاج لحوم الدواجن بأكثر من 120%. وتوفرت للقطاع الخاص فرصة الدعم والإسناد لخلق فرص عمل مستدامة لشبابنا، وتراجعت البطالة من 16.5% إلى 13.5% خلال 3 سنوات. كما دعمنا المشاريع الصغيرة وحماية المنتج المحلي، والأهم هو تطوير رأس المال البشري الحاسم في التغيير والتقدم. وقدمنا معالجات نهائية لملف الدرجات الوظيفية وفق قوانين صدرت سابقا ولم يجري تنفيذها، في مقابل إصلاح حقيقي لبيئة القطاع الخاص الشريك الأساس في توفير البديل الموضوعي للوظيفة الحكومية. أما ملفات الفقر فقد طرأت عليها انتقالة جوهرية بالشمول الكبير لمظلة الحماية الاجتماعية بإدخال 963,000 أسرة جديدة، والانتشال من الفقر المستوطن في شرائح محددة، وتراجعت مؤشرات الفقر من 25% إلى ما يقارب 10% خلال 3 سنوات. وجرت أكبر عملية بحث اجتماعي في تاريخ العراق الحديث لتمنح المعونة الاجتماعية لمستحقيها، وتوقف الهدر والتجاوز والتوظيف السياسي لهذه الخدمة المستحقة للمواطن. وانطلقنا لتطوير مصادر ثروة العراق في قطاع الطاقة واستثمار النفط، والتقدم الكبير في وقف حرق الغاز واستثماره، والوصول إلى استثمار نسبة 74%، والحفاظ على هذا المصدر الحيوي وحماية البيئة، فضلا عن الشروع في خطة طموحة لتحويل صادرات العراق النفطية إلى منتجات عالية القيمة، وتكرير 40% من الصادرات. وارتفعت الطاقة التكريرية الكلية للمصافي العراقية من 600,000 برميل يوميا في عام 2022 لتصل إلى قرابة 1,200,000 برميل يوميا في مطلع عام 2026، ضمن نهج يستقرئ المستقبل وحاجة السوق العالمية، ويضمن تحقيق أعلى العوائد لشعبنا، وفي خطوة تؤكد حجم الثقة العالمية بالاقتصاد العراقي وإجراءات حكومتنا. وقع العراق عقودا واتفاقات طموحة مع كبريات الشركات العالمية مثل بريتش بتروليوم وتوتال وشيفرون وأكسن موبل وهاليبرتون. وقطعنا أشواطا حاسمة في التخطيط والتنفيذ لطريق التنمية، هذا المشروع الحلم الذي تحول إلى حقيقة ودخل حيز التنفيذ الفعلي بمرحلته الأولى التي ستوفر 100,000 وظيفة مباشرة. إن امتداد هذا المشروع على 1200 كيلومتر يجعله ساحة تستوعب المدن الصناعية الجديدة، ومسارا يخفض معدل الوقت لمرور البضائع بين الشرق والغرب عبر العراق، وطريقا
ل 15 مليون مسافر و22 مليون طن من التجارة والنقل، وعقدة للترابط بين المصالح وتشابك الفرص الواعدة. وبعد سنوات من التأخير جرت انتخابات مجالس المحافظات ليطلع هذا التكوين الدستوري بدوره الأساس في الاستجابة لتطلعات المواطنين واختياراتهم للحكومة المحلية، كما جرى تنفيذ التعداد العام للسكان لأول مرة منذ 38 عام، الذي وفر قاعدة بيانات محورية لأي عملية تنمية أو تخطيط صحيح. وفي القطاع المالي انخفضت ديون العراق الخارجية خلال 4 سنوات من 13 مليار دولار تقريبا إلى حدود 10 مليارات دولار. وكذلك انخفض التضخم السنوي من 7.5% إلى 2.7%. كما طبقنا نظام الأسيكودا الذي انتقل بالعمل في المنافذ الحدودية إلى مستوى غير مسبوق في السيطرة والتنظيم ورفع الإيرادات وإيقاف الهدر والحفاظ على القطاع الصناعي والزراعي والتجاري الوطني. لقد بذلت حكومتنا جهدها في توازن الإنفاق وتقليل العجز مع الحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وتأمين النفقات التشغيلية والرواتب، بما فيها الحماية الاجتماعية ورواتب موظفي إقليم كردستان العراق. ولقد بلغ الدين الداخلي عند استلام مهامنا قرابة 70 تريليون دينار، فيما بلغ الاقتراض الداخلي للحكومة منذ عام 2023 ولغاية نيسان 2026، بما فيها الأشهر الأخيرة التي توقف فيها تصدير النفط إثر الحرب الدائرة في المنطقة، حيث بلغ هذا الدين قرابة 46 تريليون دينار. تمكنت حكومتنا من تسديد أكثر من 19 تريليون دينار منها. تم هذا بالرغم من كل الظروف الاستثنائية التي حصلت في المنطقة والعقبات الكبيرة التي واجهت ولا زالت تواجه عملية تصدير النفط العراقي الذي يمثل المورد الأساسي لتأمين الإيرادات المالية للبلد. وضمن عمل المجلس الأعلى للشباب ومبادرة ريادة التنموية ركزنا الجهود على الشباب ودعم دورهم الاجتماعي والاقتصادي، وهو استثمار حقيقي نعول عليه لمستقبل بلدنا، إضافة إلى عشرات الآلاف من القروض الصغيرة التي أسست لإطلاق طاقات الشباب في العمل والإسهام الفعلي بالاقتصاد المحلي. أما ملف الخدمات ومعالجة الأزمات الخدمية الموروثة والمتراكمة فقد استغرق جهداً وأموالاً وبحثاً توزع على عموم العراق، ابتداءً من البنى التحتية لمحطات معالجة المياه ومياه الشرب، وصولاً إلى تحقيق قفزة في نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 74% من مجمل المناطق الحضرية في عموم العراق، وتنفيذ 25 مشروعاً للمعالجة، منها 4 مشاريع كبرى في محيط بغداد. كما نجح أبنائكم في قطاع الإعمار بشق ما يقارب 1000 كيلومتر من الطرق الخارجية الجديدة، وتعبيد قرابة 130 مليون متر مربع من الشوارع، وتشييد 12 جسراً جديداً، وصيانة 42 جسراً آخر، و16 مشروعاً لفك الاختناقات المرورية في بغداد لوحدها، وأكثر
من 725 مشروعا تولاها فريق الجهد الخدمي والهندسي في عموم العراق. ومضى العمل في ميناء الفاو الكبير، حيث أنجزنا المرحلة الأولى بمشاريعها ال5، وأصبح الملف الآن جاهزا لإعلانه أمام المشغلين، إلى جانب المشاريع الاستراتيجية مثل افتتاح مطار كربلاء الدولي، وافتتاح مطار الموصل الذي تم مؤخرا، وقرب افتتاح مطار الناصرية، وفي الربط السككي والكهربائي والمشاريع الخدمية المرتبطة بالزيارات المليونية، وإعمار المحافظات الأكثر فقرا، وبناء المدارس التي تكللت بحصيلة تمثلت ب1943 مبنى جديدا، وصيانة الآلاف من المباني، غير هذا العدد في نسبة غير مسبوقة في تاريخ الأبنية المدرسية بالعراق. وفي ملف مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، تمكنا من استرداد ما يزيد على 383 مليون دولار، و33 متهما من الخارج، فضلا عن إكمال 466 ملفا آخر للاسترداد، إلى جانب إنجاز مئات القضايا المتعلقة بهذه الأولوية. لهذا كان التعبير الحقيقي عن الرضا الشعبي والقبول بكل ما قدمناه خلال السنوات الثلاث من عمر حكومتنا هو استعادة الثقة بالعملية الانتخابية والمشاركة الواسعة فيها، والتصويت لتحالفنا الإعمار والتنمية الذي حقق المرتبة الأولى بين القوائم الانتخابية المشاركة في الانتخابات. أيها العراقيون الأكارم، إن بيان هذه الحقائق رغم عدم التطرق إلى كم كبير من الأرقام والشواهد الأخرى هو جزء من أدائنا للواجب وإيفائنا لمتطلبات المهمة التي اطلعنا بها، ويغمرنا الشعور بالشرف والفخر والرضا، ونحن نقدم كل خدمة ممكنة لأبناء شعبنا. أن الحكومة الجديدة ستواجه جملة من التحديات والعقبات، ولن يكون اجتيازها سهلا، لكننا عازمون على دعمها لتواصل منهج العمل الدؤوب وتستثمر النجاح لصالح خدمة أبناء شعبنا، وسنكون معها في كل القرارات التي ستتخذها في إطار الصالح العام. لقد نجحت حكومتنا في مواضع عديدة، وتأخرنا في مواضع أخرى، ضمن مسار لم يتوقف أبداً عن التزامه بمصلحة العراقيين أينما كانت، ولم نتردد في خوض أي من التحديات أو مواجهة أي من الصعاب من أجل أهلنا كل العراقيين في كل مكان. لقد تحملت حكومتنا كماً كبيراً من الاتهامات الكاذبة والمضللة ومحاولات تزييف الحقائق، رغم الشواهد الواضحة لما تحقق بشكل ملموس. ولم تشهد أي حكومة مثل هذه الحملات الممنهجة بقيادة زعامات الفشل والفساد وأيتامهم في تجاوز على كل المحددات الشرعية والأخلاقية، وبعيداً عن شرف الخصومة. وكان واضحاً لأبناء شعبنا أن الدوافع وراء هذه الحملات تكمن في الإنجاز الحقيقي الذي تحقق، والذي كشف سنوات الفشل والفساد في إدارة الدولة. واستمرت هذه المواقف تسعى للالتفاف على إرادة شعبنا التي وضعت الثقة في أدائنا، لكن خاب هذا الفأل، وهيهات أن نتراجع عن مسؤوليتنا تجاه كل عراقي. وسيستمر مشروع خدمة العراق
والعراقيين في عروقنا ما أمد الله سبحانه في العمر من بقية. اللهم نسألك القبول والرضا والسداد والتوفيق وحسن أداء الأمانة، ونسألك الرحمة والرفعة لكل شهداء العراق ولكل من ارتقى وضحى وهو يؤدي واجبه لهذا الوطن الكريم. حفظ الله العراق والعراقيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.